رقم 2 القلب والمزاج. قلبك محتاج دهون صحية والياف، شوية مكسرات وبذور كتان أو شيا يوميا، حبوب كاملة، شوفان أو عيش حبة كاملة. بس ايه علاقة ده بالمزاج والنوم؟ هنرجع لها كمان دقيقة. رقم 3 الدماغ والذاكرة. التوت الأزرق والفراولة أصدقاء المخ، مضادات أكسدة، بتقلل الالتهاب وبتثبت التركيز. لو مش متوفر دايما، كوباية فواكه مشكلة من 3-4 مرات في الأسبوع هتعمل شغل كويس. رقم 4 الهضم والبطن الهادية. بعد ال50 الهضم بيبقى حساس، زودي ألياف من بقوليات عدس وحمص بالتدريج مع مية كفاية. والبرقوق المجفف من 2-3 حبات في اليوم بيساعد حركة الأمعاء. رقم 5 التوازن الهرموني والراحة. في أكلات طبيعية بتساعد الجسم يتأقلم مع التغييرات بعد ال50، زي الصويا وبذور الكتان. ممكن تخلي الإحساس بالحر أو العرق المفاجئ ده أقل عند بعض الستات. بس لو عندك مشاكل غدة أو أدوية لازم ترجع للدكتور طبعا. يعني الأمثلة باختصار: وجبة العظم علبة زبادي يوناني، معلقة بذور كتان مطحونة زائد فراولة أو توت. وجبة القلب والمزاج: شوفان منقوع بالليل، مكسرات، معلقة عسل صغيرة. غدا المخ والهضم: عدس بالشوفان أو كشري بني زائد طبق سلطة خضراء. توقيت البرقوق بيبقى بعد الغدا مع كوباية مية، بطنك هتشكرك. بديل الصويا زي ما قلنا، لو مش مناسب سردين أو مكاريل زائد خضار ورقي زائد زيت زيتون. وفي شوية نصايح لازم تاخدي بالك منها: بروتين كفاية يوميا، مية على مدار اليوم 20-30 دقيقة مشي، زائد تمارين مقاومة خفيفة من 2-3 مرات في الأسبوع. وفي الآخر بقولك لو حبيت الأفكار دي جربي وجبتين لمدة أسبوع وارجعي قوليلي في التعليقات أكتر فرق حسيتي بيه كان فين؟ النوم ولا الهضم ولا الطاقة؟ ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك وصفات وخطط أسبوعية جاهزة. ولو عايزة متابعة شخصية وخطة مناسبة لحالتك ابعتيلي وهظبطها لك. دمتم بصحة.